فيلمنا بيبدأ في نيو مكسيكو، بيكون في 3 مع بعض وهم إيريك ودارسي وجين بتكون عالمة فيزيائية فلكية وبتكون مستنية حاجة تظهر في السماء، وبيقول لها إيريك إن مفيش حاجة بس هي بتكون متأكدة. بس دارسي بتشوف حاجة في مراية العربية وبتقول لها تبص وبتطلع تشوف إيه ده وبتكون مصدومة، وإيريك بيقول لها أنت قلت هيكون في شفق قطبي خفيف، وبتقول لدارسي تروح على هناك بسرعة وبتصور جين اللي بيحصل، وبتكون حاجة نازلة من السماء على شكل إعصار، وبتقف دارسي بالعربية وبتكون جين عاوزاها تكمل، وبيفضلوا يحركوا العربية سوا لحد ما بيخبطوا في حد، وبتنزل جين جري وبتكون خايفة يكون مات، وبيستغربوا هو جه منين. بنرجع فلاش باك لأودين هو بيحكي القصة كلها وبيقول إن البشر صدقوا إن هم مش لوحدهم اللي موجودين في الكون، وكانوا بيخافوا من كائنات البرد والظلام، وبيكون معاهم حجر تلجي وبيدمر كل حاجة، بس البشرية مش هي اللي كانت بتواجه التهديد ده بس. وبيروح أودين ومعاه جيش وبيعرف ينتصر عليهم في الحرب وبيرجعهم للعالم بتاعهم، والملك بتاعهم اللي اسمه لوفي اودين كان هيموته بس خد منه مصدر الطاقه بتاعهم وهو حجر التلج، وبيرجع بيه لأصغر وبيحكي اودين لاولاده وبيقول لهم ان هيجي الوقت اللي حد فيهم هيدافع عن اصغر، وبيقول ثور لابوه لما يبقى ملك هيطرد الوحوش ويموتهم كلهم زيه، بس اودين قال له ان الملك الحكيم مش بيبقى هو اللي بيبدأ الحرب بس لازم يبقى مستعد ليها. وثور ولوكي بيقول لابوهم ان هم جاهزين بس بيقول لهم ان واحد فيهم بس هو اللي هيبقى ملك، وبيكون عدى سنين وثور بيدخل قاعة اودين وبيحيي الناس وبيكونوا بيحبوه كلهم، وبيقوم اودين وبيقول ان هو وريثه وابنه الاول واللي معاه مطرقة ميولنير اللي اتكونت في قلب نجم، وبيكون الحراس في الوقت ده بيحرسوا الاحجار بس بيكون في تلج حصل، وبيكون اودين بدأ في رسوم تعيين ثور ملك، وبيكون خلاص هيقول ان هو تعين ملك بس بيشوف ان في كائنات الصقيع موجودة في المكان وبيكون هياخدوا الحجر، بس بيخرج اودين المدمر وبيدمرهم كلهم، وبيروحوا جري على هناك عشان يشوفوا ايه اللي حصل، وبيقول ثور لاودين دول دخلوا خزنة الاسلحة ولو سرقوا حاجة من القطعة دي، بس اودين قال له هم ما سرقوش حاجة والمدمر منعهم، وبيكون ثور مستغرب من رد فعل ابوه وبيقول له ان هو عامل هدنة مع لوفي القائد بتاع كائنات الصقيع، وبيقول له ثور ان الهدنة خلصت عند كده، بس اودين بيرد عليه وبيقول له لو مكاني هتعمل ايه؟ قال له كنت اروح على يوتنهايم ويعلمهم درس زي ما هو عمل قبل كده عشان محدش يتجرأ يجي ناحيتهم تاني، بس ابوه بيقول له ان هو بيفكر تفكير محارب بس، وثور بيقول له انت شايف هم وصل لحد فين وبيكون لكم بيتفرج، وبيقول ثور بصفته ملك اصغر بس ابوه بيقول له ان هو مش ملك وهو ما بقاش ملك لسه، وبيمشي وبيروح ثور يقعد ولوكي جنبه وبيقول له ان المفروض النهارده كان يبقى يوم النصر ليه، بس لوكي قال له ان اليوم ده هيجي في الوقت المناسب، واصحاب ثور بيدخلوا وبيقول له لوكي هو عنده حق في كل اللي قاله عشان ممكن كائنات الصقيع تيجي تاني، بس ثور بيبص له نظره كده وبيقول له لوكي هو عارف النظره دي وده جنون، وبيقول واحد من صحابه جنون لحد فين؟ قال لهم ثور ان هم هيروحوا يوتنهايم، وبيكون صحابه كلهم معارضين بس بيقول لهم هم نسيوا اللي عملوه سوا وبيحاولوا يقنعهم كلهم واحد ورا التاني عشان يوافقوا، وبيوافقوا في الاخر ان هم يروحوا وبيتحركوا سوا، وبيكون همدال واقف مستنيهم على الجسر وبيقول له كل ثور ان هو اللي هيتكلم معاه بس مش بيعرف يتكلم معاه، وثور هو اللي بيخش يتكلم معاه وبيقول له ان هم عاوزين يعدوا، وبيقول له همدال ان مفيش ولا عدو دخل وقت ما هو كان موجود لحد الوقت ده، وهو عايز يعرف ازاي كائنات الصقيع دخلت، وبيقول له ثور ما يقولش لحد هم رايحين فين لحد ما يرجعوا، وبيدخلوا كلهم وراه وبيحط همدال السيف بتاعه في الآلة والجسر بيتفتح، وبيقول لهم همدال ان لو عودتهم لأصغرد هتهدد المكان مش هيفتح لهم الجسر نهائي وهيفضلوا في يوتنهايم، وبيدخلهم الجسر وبيتحركوا كلهم ليوتنهايم، وبيكون المكان مظلم وبيتحركوا سوا وبيكون الجو باين عليه ان هو بارد قوي هناك، وبيسألوا ثور هم فين؟ قال لهم اكيد مستخبيين زي الجبنة، وبيكملوا مشي وبيقول لهم لوفي ان هم جايين لحد هنا عشان يموتوا، وبيقول له ثور ازاي دخلت جماعته الاصغر، بس قال له لوفي ان بيت اودين في خونة كتير، وبيزق ثور عليه وبيقول له لوفي انتوا جايين عشان الحرب وانت لسه طفل، بيحاول يثبت نفسه ان هو راجل، وبيرد عليه ثور وبيقول له الطفل ده هيوريك، وبيبدا كائنات الصقيع يجازوا الحرب بس لوفي بيقول له يفكر عشان هم عددهم كبير، وبيشوفهم لوفي وبيقول لهم ان هم يقدروا يمشوا دلوقتي عادي، وبيقول له لوكي ان هم بيقبلوا عرضه ده، وبيلف ثور وهو متضايق بس لوفي بيقول له يرجع للبيت وبيشتمه بالمخنث، وبيضحك ثور وبينزل المطرقه بتاعته وبيضربوا بيها وبيطيروا بعيد، وبيقول لهم مين التاني وبيضرب فيهم، واصحاب ثور بيبداوا الحرب وبيكون محدش عارف يلمسهم، وبيقول ثور للوفي يخلي الموضوع صعب شويه، وفي 2 بينزلوا بيكون باين انهم اقوى من الباقيين، وبيرمي واحد منهم ثور بعيد بس ثور بيرمي المطرقه بتاعته وبتموته، وبيكون ثور بيمد ايده للمطرقه وبتجيله تاني، وبيكون في حد جاي جري على لوكي وبيكون على اخر حاجه ورا القاع، وبيجي
بيجي يمسكه بس بيعدي منه وبيقع. وبنعرف ان لوكي بيعرف يستنسخ من نفسه، وحد من كائنات الصقيع بيمسك ايد صاحب ثور وبيتأذي وبيقول لهم ما تخلوش حد يلمس ايدكم، وحد بيمسك ايد لوكي وبتتحول لنفس لونهم وبيستغرب وبيموتوا لوكي وايده بترجع تاني لطبيعتها. وحد من صحاب ثور بيتأذي وبيقول لثور ان هم لازم يمشوا وبيقول لهم يتحركوا، وبيرمي ثور المطرقه بتاعته بسرعه وبتموت اي حد بتخبط فيه من الكائنات الصقيع، لحد ما لوفي بيصحي الوحش بتاعهم وبيكون متجمد وبيخرج، وثور محدش بيكون قادر عليه، والوحش بيجري ورا اصحاب ثور وهم بيجروا منه، وبيكون محدش عارف يقرب لثور. واول ما عدد كتير منهم بيقرب منه بيستدعي البرق وبيخليه يضرب المكان كله، والمكان كله حواليهم بيتدمر، والوحش اللي بيجري ورا اصحاب ثور بيقع بسبب التدمير اللي حصل، بس بيكون بيجري من تحتهم. واول ما بيوصل لاخر حاجه الوحش بيظهر ليهم وبيطير ثور في الجو، وبيكون الوحش هيموتهم بس ثور بيعدي منه وبيموته وبينزل ميت على الارض. وبيكون لوفي جاب عدد اكبر وبيجروا عليهم، بس الجسر بيتفتح وبيكون اودين اللي جه، وثور بيكون فرحان بس ابوه بيقول له يسكت، وبيطلع لوفي ليه وبيقول له اودين هو شكله تعبان وبيكون عاوز يموته، بس اودين بيضربه وبياخدهم وبيرجعوا تاني، وبيفضل يزعق على ثور، وبيكون ثور بيرد بغرور وبيشتموا بعضهم، وبيقول اودين ان هو كان غبي لما فكر ان هو هيبقى ملك، وبيقول له ثور ان هو يحرم من قوته وبياخد منه المطرقه وبينفيه من اصغر، وبيقول للمطرقه ان الشخص اللي يمسك المطرقه دي هيبقى مؤهل ان هو ياخد قوه ثور، وبيرميها برضه. وبنروح لاول مشهد وهما بيخبطوه بالعربيه وبيكون فايق، واول ما بيقوم بيدور على المطرقه بينادي على همدال عشان يفتح له الجسر، وبيقول لهم هو فين؟ قالوا له ان هم في نيو مكسيكو. وبتوجه دارسي ليه سلاح وبيقول لها انت بتجرؤي انك تهدديني وانا ثور، بس بتضربه بيكون ده صاعق وبيغمى عليه، وبيدخلوه في العربيه وبياخدوه معاهم، وحاجه بتنزل وراهم من السماء بس مش بيكونوا شايفينها، وبيروحوا بيه للمستشفى وبيقول له الدكتور ان هو ياخد منه عين الدم، وبيقول له ثور هو ازاي بيتهجم على ابن اودين وبيضربه، وبيكون في عدد كتير منهم جوه وبيضربهم كلهم وبيكون اقوى منهم، وبيقول لهم مش هتعرفوا تتغلبوا عليا، لحد ما بيخدروه. وفي عربيه بتكون معديه وبتكون مطرقه ثور موجوده في الصحراء، في المشهد اللي شفناه في اخر ايرون مان الجزء الثاني، ولو ما شفتوش هتلاقيه على القناه. وبيروح راجل للمطرقه وبيحاول يشيلها بس مش بيعرف، وبتبدا جين تدرس اللي حصل وبيشوف الصور اللي خدوها، وبيكون في صوره منهم ثور وهو نازل من السماء، وبيكون ثور مربوط في سرير بس بيعرف يفك ايده، وبتوصل جين للمستشفى تاني بس بيكون ثور هرب، وبيرجعوا يركبوا عربيه تاني وبيجوا يتحركوا بس بيخبطوا تاني، وبيكون في ناس كتير وصلت لمكان المطرقه بس محدش بيكون عارف يحركها، وبيفضلوا يبدلوا على بعضهم، وحد بيفكر ان هو يربطها في سلسله ويشدها بالعربيه لحد ما العربيه بتتفكك من بعضها. وبيروح فيل كولسون للمكان في نفس المشهد اللي حصل في الجزء الثاني من ايرون مان، وبنرجع لجين تاني وبيكونوا خدوا ثور معاهم المره دي، وبيقول لهم ان هو جعان، وبيكون صحاب ثور بيتكلموا ان هم كانوا المفروض ما يخلوش ثور يمشي لوحده، وبيكونوا بيقولوا مين عرف الحارس، وريكو بيقول لهم ان هو اللي عرفه عشان ينقذهم، ولولا كده كانوا كلهم ماتوا، وبيتكلم بغيره من ثور وبيمشي. وحد فيهم بيقول ان لوفي قال لهم ان بيت اودين فيه خونه كتير وممكن ساحر يدخل 3 من كائنات الصقيع الاصغر، وبيكون قصده على لوكي. وبيروح لوكي يمسك حجر التلج بس اودين بيقول له يقف، وبيقول له هو ملعون، قال له لا، وبيساله هو مين، قال له انت ابني، بس بيكون لوش لوكي معمول زي كائنات الصقيع بالظبط، وبيقول له لوكي ان هو ما خدش حجر التلج من نيوتنهايم بس صح. قال له اودين ان هو بعد الحرب دخل المعبد ولقى طفل صغير وكان الطفل ده ابن لوفي، ولوكي بيصدم وبيقول له هو ليه خده، قال له عشان كنت طفل بريء وكان بيتمنى في يوم من الايام يوحد المملكتين من خلاله. بيفضل لوكي يزعق على اودين لحد ما بيقع على الارض وبيغمى عليه، وبينادي لوكي على الحراس وبيدخلوا. بنروح لثور وهو بيكون بياكل بشراهه والكل مستغرب منه، وبيشرب حاجه وبيقول لهم ان طعم المشروب ده حلو وبيرميه على الارض وبيقول لهم عاوز واحد كمان، وبتقول له جين انه ممكن يطلب من غير ما يكسر حاجه. وحد بيدخل المطعم وبيقول لهم ان في قمر صناعي وقع في الصحراء، وبتقول له جين انت قلت قمر صناعي وقع هناك، وبيسالهم ايريك ايه شكل القمر ده، قال له الراجل ان هو مش عارف هو عامل ازاي بس هو كان تقيل ومحدش عارف يشيله. وبيقوم ثور وبيقول له والقمر ده في انهي اتجاه، الراجل قال له مسافه 50 ميل غرب، وبيخرج وبتجري وراه جين وبتقول له هو رايح فين، قال لها ل 50 ميل غرب عشان ياخد الحاجه بتاعته. قالت له بقى عندك قمر صناعي، قال لها ان هو مش زي ما الراجل بيقول، وقال لها لو خدته لهناك فهو يقول لها كل حاجه عاوزه تعرفها بعد ما ياخد الميولنير بتاعته. وبيقول لها ايريك ممكن يتكلم معاها، وبتروح تتكلم معاه وبيقول لها ما تعملش كده عشان كل كلامه عن ميولنير وثور وجسر بايفروست، ودي كلها قصص. وبتقول له ثور ان هي مش هتعرف توديه ويودعها، وبيمشوا وبتلاقي جين الشرطه واخده كل حاجتها، وبيكون في الكولسون هناك، وبتقول له جين ان دي كل حاجتها، بس بيقول لها ان هم ناس كويسين وبياخدوا منها الدفتر كمان، وبيمشوا وبيقعدوا سوا يندبوا حظهم. وبيروح صحاب ثور لاودين بس بيلاقوا لوكي اللي على كرسي الملك، وبيقول لهم ان اودين دخل في نوم ابدي وممكن يقولوا ليه هم عاوزين ايه، وبيقولوا ليه ان هم عاوزين يرجعوا ثور، بس بيقول لهم النقاش بينهم انتهى وبيمشوا.
وبيمشوا، وبيروح إيريك يشوف كتاب وبيكون فيه كل اللي ثور قاله، وجين بتكون واقفة وبتشوف ثور داخل محل، وبيقول له صاحب المحل هو عاوز حصان، بس قال له هو ما عندوش غير قطط وكلاب وعصافير. وبتكون جين بتنادي عليه وبيروح ليها وبتقول له ان هم سرقوا كل حاجة ومبقاش في حاجة تخسرها، وبتسأله هو مين بجد، قال لها هتعرفي كل حاجة قريب. وبيكملوا مشي، وبيكون اودين دخل في سبات وبيكونوا خايفين يفضل كده على طول. وبيوصل ثور وجين للمكان وبيقول لجين تخليها هنا، وهو اول ما ياخد المليونير هيرجع لها كل حاجتها. وبيبلغ حد حراس المكان ان في حد دخل، وبيروحوا على المكان بس بيضربهم ثور، وبيكون الحراس كلهم بيدوروا على ثور، وبيدخل ثور للنفق وبيفضل يضرب فيهم كلهم ومحدش بيكون عارف يمسكه. وحد بيطلع على رفعه وبيكون بارتون وبيقول ان هو جاهز ان هو يخدره، بس في الكولوسون قال له هيعرفه قبلها. ثور وهو رايح للمليونير واحد بيخبطه وبيكون ضخم، وبيقول له ثور ان هو حارب كائنات اضخم منه، وبيبداوا ضرب ببعضهم وبيكون ثور اقوى. وبيقول بارتون لفيل كولوسون يا اما دلوقتي يا اما لا، بس ثور بيدخل للمليونير وبيقول له فيل يستنى، هو عاوز يشوف ايه اللي هيحصل. وبيحاول ثور يشيل المليونير ومش بيعرف وبيستسلم وبيمسكوه، وبيكون همدال شايفه، وبتروح جين تقول لهم اللي حصل وان محدش شاف اللي هي شافته، وبيفضلوا يتخانقوا عشان إيريك يروح يطلعه من الحبس. وبيسأل فيل ثور وبيقول له انه ضرب كل رجالته وهم من اكتر المحترفين اللي موجودين في العالم، وبيقول له يعرفه هو اتدرب فين. وثور مش بيرد عليه وبيخرج فيل، وبيلاقي لوكي قدامه وبيقول له ان ابوه مات بسببه وفي تهديد ان حرب هتحصل. وبيقول له ثور ان هو عاوز يرجع، بس لوكي قال له ان الهدنه مع يوتنهايم انك ما ترجعش اسغارد تاني. وبيمشي وبيحاول لوكي يشيل المليونير بس مش بيعرف هو كمان. وإيريك بيروح لفيل وبيقول له ان هو دكتور وشغال مع جين، واتجنن لما عرفوا انك اخدتوا كل حاجه، بس قال له هو ازاي ضرب كل الموجودين. إيريك قال له ان هو مهووس باللياقه البدنيه، وبيدخل إيريك عليه وبيقعد وبيمشي، وهم ماشيين بياخد ثور دفتر جين وبيروح البار وبيشربوا سوا، وبيشكروا ثور ان هو انقذ حياته. وبيروح حد ليوتنهايم وبيكون لوكي وبيقول له لوفي انت اللي عرفتنا الطريق لأسغارد. قال له هو كان لازم يعمل كده عشان يبوظ يوم التتويج بتاع ثور. وبيقول له لوكي ان هو يقدر يخفيه هو ومجموعه من جنوده ويدخلوا اوضه اودين ويموتوه وهو نايم. قال له لوفي وليه انت ما تقتلوش؟ قال له عشان هم مش هيقبلوا بملك قتل ملك قبله. وقال له لوكي ان هو اول ما يموت اودين هيرجع ليه حجر التلج تاني ويقبل له في العرب. وبيرجع لوكي وبيقول له همدال ان هو شافه في يوتنهايم بس ما كانش عارف يشوفه ولا يسمعه، كانه مخفي زي ما دخلت كائنات الصقيع لأصغر. بنرجع لثور وهو شايل إيريك وبيرجعه لجين، وبيخرج هو وجين يتكلموا بره، وبيشكرها ثور ان هي بتساعده، وبيرجع لها الكتاب بتاعها وبتشكره. وبيبدأ ثور يشرح ليها كل حاجة وان هم 9 عوالم في الكون، وبتكون مستغربة، وبيوريها ده من تلسكوب هابن لحد ما بيناموا. واصحاب ثور بيكونوا متضايقين وبيقولوا ان هم لازم يروحوا لثور، وحد بيروح يقول لهم ان همدال عاوزهم، وبيقول لهم همدال انتوا مستعدين تتحدوا اوامر لوكي؟ قالوا لي ايوه. قال لهم كويس، وبيقول لهم ان هو مش هينفع يفتح الجسر ليهم، بس بيسيب السيف وبيخرج، وبيفتحوا الجسر وبينزلوا على الارض، وبيظهر حاجه على الشاشات في المختبر بتاع فيل ومحدش بيكون عارف ايه ده. وبيروح لوكي للمدمر وبيقول له ما يخليش ثور يرجع هنا تاني ويدمر كل حاجه. واصحاب ثور بيكونوا ماشيين والكل بيبص عليهم وبيكون مستغرب منهم، وبيروح لثور وبيكون مبسوط بيهم، وبيكون الباقي مصدومين. وبيقول لهم هم هنا ليه؟ قالوا عشان يرجعوه تاني، بس قال لهم انه مش هيعرف يرجع عشان ابوه مات بسببه، بس بيقولوا ليه ان ابوه لسه عايش. وبيروح لوكي لهمدال وبيقول له همدال هو ازاي دخل كائنات الصقيع لاصغر؟ قال له هو انت فاكر ان جيس باي فروست الطريق الوحيد؟ وبيقول له ان هو بيعفيه من مهمته وان هو ما بقاش مواطن الاصغر من تاني. وبيجمدوا لوكي بحجر التلج، وبيوصل فيل للمكان وبيلاقي حاجه كمان نازله من السماء، وثور واصحابه بيشوفوا ايه ده، وبيكون المدمر وبيدمر في كل اللي هناك. وبيقول ثور لجين تمشي من هنا، وبيبداوا يخرجوا الناس من المنطقه دي كلها، وبيروح المدمر يدمر في اي حاجه قدامه، وبيكون هيموت واحد من صحاب ثور، بس واحده منهم بتلحقه ومش بيموت، والمكان كله حوالين بيكون مدمر خلاص. وبيقول لهم ثور يمشوا هما، وكلهم بيبعدوا، وثور بيروح ليه لوحده من غير اي حاجه، وبيقول للوكي ان كل دول مالهمش ذنب وهو قدامه ويموت ويخلص من كل ده. وبيكون لوكي سامعه وبيضربه وبيرميه بعيد، وبتروح عليه جين وبيكون ثور بيموت خلاص، والمدمر بيمشي وابوه بيحس بيه، والمطرقه بتبدا تتحرك من مكانها وبتطير في السماء وبتكون نازله عليهم، بس بيلحقها إيريك، وثور بيمسك المطرقه وبيرجع للحياه تاني، وبيحصل برق وبترجع ليه قوته كلها من تاني، وبيكون إيريك وجين مصدومين، وبيضرب المدمر بالمطرقه وبيعمل اثار بيها، وبيسحب المدمر بيها في السماء معاه وبيصد اي ضربه منه، وبيعرف يخلص عليه. وبينزل ثور وبيروح ليهم، وبيروح في اللي وبيقول له ثور ان هم بيحاربوا الظلم سوا، ومن دلوقتي هيبقى حليف ليه لو رجع كل حاجه تخص جين. قال له ان هي ممكن تاخد كل حاجتها عشان تكمل ابحاثها. وبيقول لها ثور هي عاوزه تشوف الجسر؟ قالت له ايوه، وبياخدها وبيطير بيها. وبيكون لوكي دخل لوفي وجنود معاه الاصغر وبيدخلوا معاه، وبيكون همدال شايف كل ده بس بيكون متجمد
قاعد ومش عارف يتحرك، وبيقول ثور لهمدال يفتح الجسر بس مش بيرد وبيكون سامعه، وبيعرف يكسر التلج وبيضرب كائنات الصقيع اللي جنبه وبيفتح الجسر ليهم. وبيقول ثور لجين ان هو هيرجع تاني عشانها، وبيرجعوا الأصغر وبيكون همدال مصاب، وبيدخل لوفي على اودن وبيكون ثور راجع بسرعه، وبيكون لوفي هيموت اودن خلاص بس لوكي بيلحقه وبيموته، وبتقول لامه ان هو انقذه. وبيرجع ثور ليهم وبيقول له هو ليه ما عرفهمش ان هو بعت المدمر عشان يموت هو واصحابه، وبيقول لثور ان هو لازم يدمر يوتنهايم. وبيضرب ثور وبيروح لوكي يفتح الجسر على يوتنهايم وبيكون بيدمر في الكوكب كله، وبيكون بيعمل كده عشان يبان لابوه ان هو الاكفأ، وبيتحاربوا سوا وبيكون هما الاتنين اقوياء، وبيكون لوكي هيقع خلاص وبيقول له ثور يلحقه، وثور بيجي يلحقه بس بيكون نسخه من لوكي، وبيضرب ثور وبيعمل كذا نسخه منه، وبيستدعي ثور البرق وبيطيره وبيحط الميلونير عليه، وبيكون لوكي مش قادر يتحرك، وبيسحب ثور الميلونير وبيضرب في الجسر، وابوه بيفتح وبيفضل يضرب فيه بالمطرقه، وبيكون لوكي وراه هيموته بس الجسر بيتكسر والمكان كله بيتدمر، وبيمسكهم اودن على اخر لحظه، وبيقول لوكي لابوه ان هو كان هيعمل كده بس اودن قال له لا، وبيسيب لوكي نفسه في الفضاء. وبتكون جين زعلانه ان ثور مشي، وبيكون ثور زعلان على لوكي وعلى جين، وبيروح لاودن وبيقول له اودن ان هو هيبقى ملك حكيم. وبيروح ثور لهمدال وبيقول له انت شايفها؟ قال له ايوه، وبيساله هي بتعمل ايه؟ قال له ان هي بتدور عليه. وبكده يكون فيلمنا خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عايز نتكلم عن اي فيلم اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده اشوفكم الفيلم الجاي، سلام.